هو وقاعد سمع صوت صراخ شديد. واحدة ست كانت بتصرخ صراخ شديد شوية وتدخل عليه الست دي في المكان اللي هو فيه. شكلها كان مرعب، كان جسمها ضخم وكان لونها اسود. وكانت الحكاية اللي معانا حكاية لرجل من المغرب. الرجل ده كان ساكن في قرية من قرى المغرب، وكان عنده هواية انه يطلع للبرية يصطاد ارانب. المنطقة اللي هم فيها كانت منطقة نائية وموجود فيها ارانب كتير. كان اول ما يدخل عليه الليل يجهز عدته ويطلع علشان ينصب مصايد الارانب في البرية. كان بيحط اكتر من مصيدة وكان بيحط عليها اكل علشان يصطاد بيه الارانب. الراجل ده حط المصايد تقريبا كده على الساعة 2 بالليل، وراح يدور له على شجرة علشان ينام تحتها. وبالفعل لقي شجرة سدر فنام تحتها. وهو لسه هيروح في النوم، يعني لسه ما دخلش في نوم عميق، سمع حركة شديدة فوق الشجرة، واتنين كانوا بيتكلموا مع بعض وبيهزوا في الشجرة بقوة. الراجل ده ما تأثرش، بس هما كانوا بيقولوا لبعض هو ايه قصة الرجل ده، ولا كأنه بيسمع اي حاجة من اللي احنا بنعملها. فواحد منهم نزل من على الشجرة ونام على بطن الراجل ده، وعمل له حاجة كده زي الجاسوم، خنقه بشدة بس بعدين سابه. بعدها الراجل ده قام مفزوع من النوم وصلى الفجر. وبعد ما صلى الفجر مباشرة اتجه للمصايد. هو ورايح يشوف المصايد بتاعته سمع صوت صراخ شديد، صوت أرنب مسكته أحد المصايد. فراح مباشرة فلقي أرنب أسود مسكته المصيدة، ففكوا من المصيدة وأخدوه. والرجل ده كان متعود إنه لما بيصطاد الأرانب بيذبحها وبيطلع أحشائها وبيطلع كبد الأرنب وبيشويه وبياكله. وبالفعل ده اللي حصل، ذبح الأرنب، بس الأرنب كان بيصرخ صراخ هستيري وبيصرخ بطريقة غريبة جدا. طلع كبد الأرنب وشواه وأكله، وما طلعش معاه في المصايد غير الأرنب ده. فأخده معاه ورجع على القرية، ورجع عند زوجته وقال لها خدي الأرنب ده واطبخوه لنا. زوجته أخدت الأرنب وحطته في حلة علشان تنضفه وتطبخه، بس الأرنب رجع يصرخ تاني، صرخ صرخة قوية وبعدها صوته انقطع. زوجته نضفت الأرنب وطبخته وولعت عليه النار، وفضل فترة على النار بس لحمه مستواش أبدا. فالرجل ده أخد الأرنب ورماه. بعدها الرجل ده أصيب بألم شديد في بطنه. الألم ده خلاه مش قادر إنه ياكل أي أكل. جاتله حالة انسداد في الشهية وفضل على الحال ده فترة لحد لما بقي نحيف جدا. فقال لعياله خدوني وودوني لبيتنا القديم اللي في قريتنا القديمة، خدوني وحطوني في البيت وحطوا معايا أكل ومية. هقعد في البيت هناك، يا اما الله يشفيني يا اما ربنا ياخد امانته. عياله قالوله يا والدي ازاي هنوديك البيت وانت تعبان ومش قادر حتى تتحرك؟ قال لهم ابدا، لازم تاخدوني وتودوني. وبالفعل اخدوه وودوه لبيته القديم وحطوا معاه اكل وميه. قال لهم سيبوني وارجعولي بعد 40 يوم. الرجل ده كان تعبان جدا وكان بيتألم من بطنه ألم شديد. كان قاعد في البيت وبيصلي وهو قاعد وبيذكر الله. وفي يوم من الأيام الساعة تقريبا كانت 2 أو 3 الظهر، هو قاعد سمع صوت صراخ شديد. واحدة ست كانت بتصرخ صراخ شديد شوية وتدخل عليه الست دي في المكان اللي هو فيه. شكلها كان مرعب، كان جسمها ضخم وكان لونها اسود وكانت عاوزة تقتله. قالت له انت اللي قتلت ابني وانت اللي اكلت كبده، انا هقتلك وهاكل كبدك زي ما انت قتلت ابني واكلت كبده. فجأة وهي رايحة تهجم عليه دخلت امرأة تانية لابسة ابيض، منعتها وقالت لها انت عاوزة منه ايه؟ قالت لها انا هقتله زي ما قتل ابني وهاكل كبده زي ما اكل كبده. قالت لها ولدك كان ظلم الرجل ده، والرجل ده ما كانش قصده انه يقتله. قالت لها لا، انا هاخد بحقي منه. وبعدها خرجت ومشيت. تاني يوم رجعت وكانت عاوزة تقتله، والمرأة اللي كانت بلبسة أبيض برضو منعتها. واليوم التالت اتكرر نفس الموضوع. في النهاية قالت لها الحل بينك وبينه انكم تروحوا للقاضي، ايه رأيك؟ قالت لها انا موافقة. وفعلا المرأة اللي كانت لابسة أبيض أخدت الرجل ده وخرجت معاه، ووصلوا عند حفرة وقالت له غمض عينيك. فغمض عينيه وبعدها قالت له اقفز، فقفزوا في الحفرة. بعدها قالت له افتح عينيك، ففتح عينيه. لقي نفسه في مكان غريب، محكمة وقاضي وناس مجتمعين. بعدها القاضي اتكلم وسألهم وقال لهم ايه الموضوع. المرأة اللي كانت لابسة أبيض شرحت له الموضوع وقالت له ان الراجل ده كان بيصطاد، فاصطاد أرنب وأكل كبده، والأرنب ده ابن المرأة السوداء.
فالقاضي سأل المرأة السوداء، والمرأة السوداء قالت له هو اصطاد ابني وأكل كبده وأنا عاوزة آخد بحقي منه. بعدها الرجل ده اتكلم وقال لهم أيوة أنا كنت بصطاد، بس قبل ما اصطاد كنت بقول الأذكار، وكنت بقول نحن بالله وبالشريعة معكم يا اخوانا يلي في المكان، لا تؤذونا ولا نؤذيكم. فالتفت القاضي للمرأة السوداء وقال لها الرجل ده ما عليه أي شيء، هو قال الأذكار وحذر، المشكلة كانت عند ابنك. انا قبل كده قلتلكم وحذرتكم ما تخلوش اولادكم يتشكلوا باشكال على شكل حيوانات الناس بتاكلها، انا حذرتكم بس انتوا ما سمعتوش الكلام. والان الرجل ده ما عليه اي شيء، وانتي لو تعرضتي له مرة تانية انا هعاقبك عقاب شديد. انتهت القضية وفعلا انتهى الموضوع، ورجع الرجل ده لمكانه، وبعد ما تم 40 يوم رجعوا له أولاده وأخدوه، ولكن كان الألم لا يزال عنده، الألم ألم شديد في بطنه. أثناء وجوده في القرية وهو مريض جاله رجل من أهل القرية قال له أنا بنصحك لو كنت عاوز بطنك تخف اشوي لك كبدة خروف أو كبدة بقر وكلها وبإذن الله هتخف. وبالفعل راح عند الجزار علشان يشتري الكبدة، وهو في الطريق طلع له رجل ما يعرفوش، سلم عليه وقال له يا أخي أنت رايح فين؟ قال له أنا رايح أشتري كبدة علشان أكلها ويخف بطني. فقال له خد الحطب ده من شجرة الزيتون، ولما تشوي الكبدة اشويها على الحطب ده وبإذن الله ربنا هيشفيك. وبالفعل راح واشترى الكبدة وسواها على الحطب وأكلها، وابتدى الألم يروح من بطنه واسترد عافيته وتم شفاؤه بفضل الله. القصة دي بيقال إنها قصة حقيقية وحصلت بالفعل في إحدى القرى في المغرب. ياريت لو حد من المغرب أو سمع بالقصة دي يقول لنا في التعليقات هل فعلا القصة دي حقيقية أو هي قصص من التراث. وانتوا كمان قولولنا رأيكم في التعليقات، هل فعلا ممكن تكون القصة دي قصة حقيقية أو لأ، وقولولي كمان ايه رأيكم في القصة. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير، لو حبيت تشوفوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.